محمد، انا عرفت اتواصل معاهم وقالوا لي ان هم هيرفعوني لفوق. انا هبقى غني، هبقى غني قوي. انا ما بقتش لوحدي. هم مين يا شريف؟ خدام الكتاب. في كتب ما اتكتبتش عشان تتقري، في ورق اتكتب بالحبر واتقرا بالدم. القصة دي مش مجرد حكاية، دي تسجيل للي حصل بالظبط، من أول كلمة قالها شريف لحد آخر لحظة أنا عشتها بنفسي. أنا محمد، وعمري ما هنسى صديقي شريف اللي ساب كل حاجة ورمى نفسه في طريق ملوش رجعة بسبب كتاب. مش أي كتاب، ده الكتاب المحرم، أخطر كتاب على وجه الأرض. طبعا عرفتوه، كتاب شمس المعارف الكبرى. اللي هيسمع اللي جاي هو المسؤول الوحيد عن اللي هيحصل له بعد كده. كل حاجة ابتدت في صيف 2023 لما شريف اترفد من شغله. كان شغال في شركة تسويق، كان حلم عمره يبقى غني، يبقى غني قوي. كان دايما بيكلمنا عن حياته الضايعة وانه اتظلم كتير وانه يستاهل اكتر من كده. وبدأ يتكلم عن التفوق السريع وطريق الغنى السريع والطرق السرية للغنى، كلام كتير ملوش تفسير. في يوم جالي البيت الساعة 2 الصبح، وشه كان شاحب وعينيه مفتوحة، ولقيته بيقول لي: لقيته يا محمد، لقيت الكتاب الأصلي بتاع شمس المعارف الكبرى. أول ما سمعته سكت، حسيت قلبي بيقف. شريف، انت بتهزر؟ اقسم بالله مش هزار. جبت النسخة الأصلية للمخطوطة، مش البي دي اف المنتشر على النت، ولا طبعا من المكتبات الموجودة. دي المخطوطة من سنة 1899 بختم الشيخ البوني نفسه. عرفت بعدها ان الكتاب جاله من واحد اسمه الشيخ شعلان في كفر الزيات، وباعهوله ب15,000 جنيه. وبعدها دخلنا في سكة ما فيهاش نور. شريف بدأ يقرأ الكتاب، وخصوصا في قسم العزائم وتسخير المرضى. وفي كل مرة كان بيكلمني كان صوته بيتغير، حتى طريقته بتتغير. بقى بيكتب طلاسم كتير في نوتة صغيرة سودة، ويقفل على نفسه بالساعات. في يوم 7 سبتمبر سنة 23 سجل لنا صوت وهو بيحاول يعمل أول طلسم، كان لتسخير. فتح السماعات في البيت وشغل ترددات غريبة، وشغل بخور اسمه دم الغزال، وقعد يرسم نجمة خماسية على الأرض. وفي مرة تانية قال لي: أنا وصلت للسر يا محمد، حجاب المال، بس لازم أنام في أوضة ضلمة لمدة 3 أيام وأقرأ طلاسم كل ليلة. كنت فاكره بيهزر. بعدها بشهر شريف اتحول، كان بيكلم نفسه على طول، وشه بقى مرهق بشكل غريب. وبعد 3 أيام حصلت أول كارثة. اتصل بيا وهو مرعوب وقال لي: محمد، الحيطان بتتحرك، في حاجة مش طبيعية، في حاجة ماشية جوه الشقة. جريت عليه لقيت وشه متعور والمراية مكسورة وفي دم على الأرض، لكنه ما كانش متصاب. الدم ده ما كانش منه هو. بعدها بدأ يتغير فعليا، بطل ياكل وبقى بينام بالنهار ويصحى بالليل. كل مرة أروح له ألاقي فيه ريحة غريبة في البيت. وشه بقى نحيف جدا وعينيه بقت سودة كأنها من غير بياض. وفي يوم لقيته قاعد قدام شمعة ووشه بيضحك وقال لي: محمد، أنا اتواصلت معاهم وقالوا لي إن هم هيرفعوني لفوق وهبقى غني، هبقى غني قوي. أنا ما بقتش لوحدي. هم مين يا شريف؟ خدام الكتاب، بس لازم أقدم لهم حاجة مني، حاجة حقيقية علشان يعرفوا إن أنا معاهم بجد. صرخت فيه وقلت له: بس بقى كفاية الحاجات اللي انت بتعملها، وكفاية الحاجات اللي انت بتقولها. انت مش شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ افتكرت ان هو بدأ يخرف، بس اللي حصل بعد كده خلاني انا كمان ابدأ اصدق. لما بدأت تحصل حاجات في شقتي انا، اصوات خرباشة على الباب كل ليلة، التلاجة بتفصل لوحدها،
نمل بيخرج من الحيطان. رحت واتكلمت مع شيخ، قال لي للأسف شريف صاحبك ارتبط معهم بحاجة اسمها عقد الدم. اللي شريف عمله إنه فتح باب ما بيتقفلش بسهولة. في 14 أكتوبر شريف اختفى حرفيا. باب الشقة كان مقفول من جوه، لكن لما الشرطة دخلت ما كانش فيه أي أثر ليه. ما كانش موجود إلا الكتاب، وكان فيه موجود حاجة تانية. لقينا جملة مكتوبة على الحيطة بالدم: اللي قرأ لازم يكمل. اترعبت، بس في فضول جواي خلاني اخد الكتاب وابدأ ابحث عن شمس المعارف الكبرى. بقى عندي هوس بيه. لقيت ان الكتاب ده اتكتب في القرن السابع الهجري على ايد احمد بن علي البوني. جمعت كل المعلومات الحقيقية عنه. الاسم الكامل للكتاب شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف. المؤلف الشيخ أحمد بن علي البوني. اتولد في مدينة بونة موجودة في الجزائر. عاش في القرن السادس هجري وال12 ميلادي. توفي عام 622 هجري 1225 ميلادي في القاهرة. البوني ما كانش ساحر، ده كان متصوف. الشيخ البوني كان صوفي من مدرسة بتتعرف أيامها باسم المدرسة الإشراقية. كان مؤمن، وكان متأكد إن الحروف والأرقام والطلاسم ليها أسرار إلهية، وإنك ممكن تتقرب من ربنا بفهم العلاقة دي زي ما بعض الصوفية كانوا بيعملوا زمان. هو ما كانش يقصد السحر بمعناه الأسود، لكنه كان شايف إن في علم اسمه علم الحروف والأسماء، وده علم روحاني مش شيطاني. نيته كانت روحانية مش شيطانية. في مقدمة بعض النسخ بيقول البوني إنه كتب الكتاب لمن يريد الكشف والمعرفة والتقرب إلى الله، مش عشان يستخدم للجن أو يؤذي الناس، لكن بسبب أنانية بعض التلاميذ اتسربت الأجزاء اللي فيها طلاسم واستخدمت في السحر. في علماء بيقولوا إن أجزاء من الكتاب اتضافت بعد وفاته أصلا. بعض الباحثين قالوا إن شمس المعارف الأصلي ما كانش فيه الطلاسم اللي موجودة فيه دلوقتي. أجزاء كبيرة من اللي اتضافت في القرن ال15 وال16 من قبل السحرة المغاربة والأندلسيين. أضافوا ليه العزائم وتسخير الجن وأسماء ملوك الجن، وده اللي خلى الكتاب يخوف الناس. يعني البوني كتب كتاب بهدف روحي، لكنه تحول لأداة للسحر بفعل تلاميذه. وكان يعتقد أن البوني بدأ تأليف الكتاب في أواخر حياته ما بين 615 ل 622 هجري. النسخ الأصلية للمخطوطة كانت منتشرة في بعض المكتبات في تونس ومصر والمغرب، وانتشرت بعد وفاته ببطء شديد علشان محتواه الخطير. محتوى الكتاب الحقيقي فيه أكتر من 40 باب للسحر والتنجيم والعزائم، وموجود فيه كمان طلاسم وتعاويذ لتسخير الجن واستحضار الأرواح ومعرفة الغيب وعلم الحروف والأرقام. من أشهر الأبواب اللي موجودة فيه باب الطلسم السليماني، وباب عزائم الكواكب السبعة، وباب الكشف بالحروف، وباب تحضير القرين والموكل. إنما سبب شهرته واخترته إنه أول كتاب بشكل منظم عن التسخير الجن وفتح المندل. بعض الطلاسم فيه مشفرة، مفيش حد بيفهمها بسهولة، وبيتقال إن هي ما بتتعملش إلا بعد طقوس معينة زي الصيام والعزلة والبخور بأعشاب نادرة. الأزهر الشريف حذر كتير من قراءته أو اقتنائه، ووضع من ضمن الكتب الممنوعة في بعض الدول الإسلامية. أقدم طبعة موجودة ليه خرجت من مطبعة بولاق في مصر، لكن بشكل مقصوص ومراقب. إنما النسخة الكاملة بتحتوي على 577 صفحة، كانت بتنسخ يدويا وبتتباع في السر في الأسواق مثل سوق السيدة زينب وسور الأزبكية. علماء كتير أنكروا نسبه للشيخ البوني، وقالوا إن هي اتضافت ليه بعد موته من السحرة اللي في المغرب والأندلس. حتى الشيخ الشعراوي وغيرهم من العلماء قالوا إن الكتاب من أخطر ما يمكن أن يقرأ، وإنه سبب في ضياع عقول شباب كتير بسبب محاولات تجربة العزائم والطلاسم اللي فيه، وكان متداول بين السحرة والمشعوذين لقرون. وفي سنة 1933 حصلت أول حادثة موثقة في طنطا عن طالب قرأ الكتاب في الخلوة، وبعد يومين لقوا شانق نفسه.
وفي جملة مكتوبة جنبه: أنا لم أقعد وحدي. وفي سنة 1956 موظف بريد في المنوفية قتل ولاده الأربعة بعد ما قرا باب تحضير المرضى باستخدام طلاسم البروج. شمس المعارف بيحتوي على أبواب سحر حقيقية زي باب العزائم والأوفاق وتسخير الكواكب والجن. أغلب النسخ اللي على النت ناقصة أو معدلة، لكن النسخة الكاملة خصوصا المخطوطات أو النسخة قبل 1950 كانت بتتباع في الأسواق السرية. ناس كتير جربت بس محدش كمل وبقى طبيعي. وفي محضر قديم اطلعت عليه في سنة 2024 من أرشيف جريدة الجمهورية، كان في خبر صغير عن وفاة طالب في كلية آداب طنطا اسمه كريم. لقى مصرعه في أوضته مقفولة عليه وعينيه مش موجودة. الأب كان قال إن ابنه بقاله شهور بيقرأ في كتب غير دينية وبتخص السحر، ولقوا جنبه نسخة من شمس المعارف الكبرى كانت مطبوعة في مطبعة القاهرة عام 1979. الطب الشرعي ملقاش تفسير واضح، لكن الغريب اللي جه يشيل الكتاب من مكان الجريمة كان أمين شرطة. اتعرض بعدها لهلاوس وقال إنه شاف كريم بيظهر له كل يوم عند الفجر وبيقول له: رجع لي اللي انت قريته. وما كانتش دي الحادثة الأولى ولا الأخيرة. الحادثة التانية حصلت لشاب اسمه هيثم عنده 26 سنة، كان بيشتغل في ورشة ميكانيكا. بدأ يتكلم مع شيخ زاوية قديم في المحل عن ازاي يسخر الجن علشان يفتح باب الرزق. الشيخ اتوفى بعدها بسنة. قبل ما يتوفى اداله نسخة من شمس المعارف وقال له: اوعى تفتح الصفحة 111 بعد المغرب، انا حذرتك. هيثم قال لاخوه انه هيفتحها غصب عنه وانه لازم يثبت ان الكلام ده عبارة عن خرافات. ليلة 17 مايو 2001 هيثم دخل اوضته الساعة 11 بالليل. لما فتحوا عليه الصبح لقوه قاعد على الارض، صوابع ايده كلها لونها ازرق كأنه ميت، لكنهم لقوه عايش بس ما بيتكلمش لحد النهارده. عقله اختفى. اسمه اتحط بعدها في سجل الحالات العقلية في مستشفى العباسية. وحصلت حادثة تانية برضه في 2014 بسبب الكتاب. محامي شهير في وسط البلد اسمه سامي اشتغل في قضايا الورث المعقدة وبدأ يهتم بالسحر القديم عشان يفك ألغاز القضايا الغريبة اللي فيها وصايا مكتوبة بالطلاسم. واشترى نسخة من شمس المعارف ب5000 جنيه في سور الأزبكية. زوجته قالت إنه في آخر أيامه كان بيصحى كل يوم الساعة 3 الفجر ويرد الطلاسم في الكوريدور. وفي 6 مارس 2014 اتصل بزميل ليه وقال له: لو حصل لي حاجة ما تقراش اللي في الدرج الثالث. المحامي اختفى من بيته. الكاميرات ما رصدتش خروجه من البيت. الداخلية ما لقتش أي أثر ليه إلا ورقة واحدة مكتوب عليها بخط إيده: من قرأ الصفحة 213 فتح الباب والباب لا يغلق إلا بروح. الكتاب ده مش سحر وخلاص، ده دعوة، وكل اللي بيقراها بيكملها من غير ما يحس. أنا بعد اللي عرفته عن الكتاب حرقت النسخة وغيرت رقمي وسافرت. بس أوقات كتير لما بنام بشوف شريف بلاقيه واقف بيضحك ضحكة فيها رعب، وصوته بيهمسلي وبيقولي: لو كنت عايز تبقى غني يا محمد تعالى نكمل الكتاب سوا. ناس كتير جربت بس محدش كمل وبقى طبيعي. رحت سألت شيخ حسن النوبي من شيوخ أسوان المعروفين، قال لي في سنة 2024 اللي يفتح الباب لازم يدفع الثمن. الجن ما بيخدمش حد ببلاش، ولو جه عمره ما بيمشي بهدوء. آخر حاجة عايزة أقولها لكم: لو وقعت في إيدك نسخة من شمس المعارف حتى على شكل ملف PDF أو طبعة قديمة، اقفلها أو احرقها. بلاش فضولك يخليك تقرأ الكتاب، لأنك مش انت اللي بتقراه، الكتاب هو اللي بيسخرك.